السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل فيه كايزر كده محشي لحمه مفرومه، طعمه حلو قوي. ينفع حلو قوي لسندوتشات او ينفع غدا او عشاء او تاخديه معاكي في رحلات، هيكون حلو قوي. وكمان اقتصادي، بربع كيلو لحمه مفرومه هتعملي كميه كبيره جدا وهيكون طعمها حلو وهتعجب الكل. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملناه ازاي. معايا كوبايه لبن دافيه، حطيت عليها معلقه خل وسبتها حوالي 10 دقايق، ربت شويه معايا كده وبقت زي الزبادي. وحطيت عليها كمان نص كوبايه ميه دافيه، وهحط عليهم معلقه كبيره خميره فوريه ومعلقه ونص سكر او كيس خميره فوريه على بعضي، ده هيكون معلقه كبيره. اقلبهم كويس عشان خاطر اشغل الخميره. وبعد كده كسرت عليهم بيضايه واحده بس. احنا النهارده عايزين نخلي الكايزر بتاعنا دسم كده وطعمه حلو. وحطيت عليها ربع معلقه ملح وحطيت عليها 3 معالق زيت. هقلبهم كويس وبعد كده هنزل عليهم ب4 كوبايات دقيق، بالكوبايه المعياريه 4 كوبايات دقيق. واحط عليهم معلقه صغيره بيكنج باودر. اقلب كويس لحد ما اضيع الدقيق كده في السوائل بتاعته، وبعد كده هعجن كويس. طبعا لو انت عايزه تعمليه اقتصادي ممكن تعجنيه بميه عادي وما تحطيش بيضه تستغني عنها، كل ده براحتك. لكن انا النهارده عايزاه يكون دسم كده ويكون طعمه حلو. حطيت عليه معلقتين قشطه من وش اللبن، وكمان هحط عليه معلقتين كده لبن اللي هو المكثف، لبن محلى مكثف. كل ده بيديله كده غنى وبيخلي العجينه غنيه وطعمها حلو قوي. طبعا تقدري تستغني عن كل ده وتعمليه اقتصاديه زي ما عملنا الفينو قبل كده او اي فطاير عملناها قبل كده اقتصاديه، وبرده بيكون طعمها حلو. لكن انا دلوقتي عايزاها كده ازود فيها القيمه الغذائيه واخليها كده غنيه كده وتكون طعمها حلو. كده خلاص العجينه مظبوطه معايا. اغطيها بقى واسيبها تخمر. حطيت عليها كيس استرتش وبعد كده اغطيها بفوطه واركنها نص ساعه تخمر. دلوقتي هعمل الحشوه بتاعتي. معايا حوالي 3 بصلات كده مقطعهم بالسكينه عادي مكعبات صغيره، احطهم لحد ما يتبلوا. بس دي نص كيلو لحمه مفرومه، طبعا انا مش هحتاجها كلها، هحتاج ربع كيلو بس انا بحب ازود شويه تكون الحشوه موجوده عندي. اول ما اللحمه كده لقيتها غيرت لونها بس نزلت عليها بمعلقه بهارات ومعلقه فلفل اسود وشويه ملح. بس كده مش اكتر من كده، مش هحط عليها اكتر من ملح وفلفل اسود. ودي طماطميه كبيره كده مقطعاها حتت صغيره وفص توم، نزلت بيهم اقلبها برضو شويه. انا مش عايزه الخضار معايا يدوب فيها ولا يتهري، عايزه الخضار يكون واضح فيها. ودلوقتي ده فلفل احمر واخضر، قردين كده من كل حاجه، شطه على فلفل احمر واخضر، وحطيته فيه برضو وقلبته تقلبتين كده. هي كده خلاص استوت معايا، انا هطفي عليها. لكن انا عايزه الخضار يخليه كده حتت معايا زي ما هو. دلوقتي معايا جبنه شيدر، هبشر منها شويه، وكمان جبنه موتزاريلا او الجبن بقى اللي تحبي تحطيها، او ممكن تستغني عن الجبن خالص. دلوقتي خلاص العجينه معايا خمرت. احطها رشه دقيق بس كده وافرد عليها العجينه واقطعها كور صغيره حجم كده البرتقانيه الصغيره، او لو عايزه تخليها اقل من كده برضو خليها، يعني ممكن تخليها قد الليمونه الكبيره كده او قد البضايه كده. هقطعهم كلهم بقى نفس الحجم على رشه دقيق خفيفه كده. وبعد ما اقطعهم اغطيهم واسيبهم بس 5 دقايق كمان عشان خاطر اعرف افردهم كويس. 5 دقايق بس لحد ما يرتاحوا معايا وابدا بقى افرد فيهم. دلوقتي هجهز الحشوات بتاعتي. معايا جبنه شيدر مبشوره والجبنه الموتزاريلا، وكمان معايا زيتون شرايح، ومعايا اللحمه كده انا خدت منها شويه عشان خاطر يبردوا معايا. وده الزيتون الشرايح. ومعايا الصينيه بقى دهنها فرشه زيت، ما كترش، زيت خفيف. دلوقتي بقى اخد واحده بواحده افردها شويه واحط فيها معلقه كده او 2 من الحشوه حسب ما تحبي بقى تكتري او لا براحتك. الخضار طبعا واضح فيها، لو الخضار مش واضح فيها اقطع خضار واحط فيها تاني. وحطيت فيها الزيتون والجبنه الشيدر والجبنه الموتزاريلا. طبعا كل ما تغرقيها جبن كده هتكون طعمها احلى. ولازم تقفليها كويس، لازم تتاكدي ان هي اتقفلت كويس عشان خاطر لو خمرت وفتحت معاكي هتنزل الجبنه دي وهتلزق وتتحرق. اقفل كله بنفس الطريقه، اتاكد ان هي مقفوله كويس، واحط في الصينيه على طول اللي انا هخبز فيها. واكورها كده اخليها عاليه زي ما هي كده عشان خاطر تكون زي الكايزر كده، تكون عاليه زي ما هي، ما احاولش افردها، انا عايزاها عاليه كده زي ما هي. ممكن على فكره تعمليها سندوتشات طويله، مش شرط تعمليها كايزر مدور ده، ممكن تعمليها زي الفينو الطويل برضو هيكون شكله حلو. تقدري بقى تحطي الحشوه اللي انت عايزاها، ممكن تحشيها جبن بس وخضار، ممكن كمان تحشيها شاورما فراخ بتكون حلوه قوي، او لحمه مفرومه زي ما احنا عاملينها كده براحتك بقى، او سجق زي ما انت عايزه. الحشوه اللي عايزه تحطيها فيها حطيها، اهم حاجه تتاكدي ان هي مقفوله كويس، وتلفيها بايديك تاني وتكوريها عاليه كده عشان خاطر تكون زي الكايزر المقفول كده بالظبط. اخلص الكميه كلها بقى بنفس الطريقه.
ارصها كده عاليه زي ما هي في الصينيه. دول اخر 3 فاضلين. حطيت فيها الخضار الباقي عندي كله، وابدا بقى اكورها تاني كده، ارجعها زي كانها كايزر مقفول زي ما هو. اهم حاجه اقفلها واتاكد ان هي مقفوله كويس عشان ما تنزلش جبن. اسيبها بقى معايا 10 دقايق ترتاح، وبعدين حطيت بيضايه على معلقتين لبن، وكمان هحط عليهم كيس فانيليا عشان اتاكد ان مفيش زفاره. ممكن تحطي كمان عليهم فلفل اسود او خل زي ما انت عايزه. ممكن كمان تدهنيها لبن بس مش شرط بيض، بس انا المره دي حابه اخلي العجينه كده غنيه بكل حاجه. حطيت عليها البيض طبعا كل ده بعد ما خمرت. لازم اسيب القرص شويه بعد ما اخلص لها كده 10 دقايق، وبعد كده ابدا احط عليها بقى البيض، وبالراحه وانا بحط قوي عشان خاطر الفرشه لحسن تخرم كده الكايزر ويشيل الخمر بتاعه. وحطيت على وشهم سمسم وحبه البركه، لو مش عايزه بلاش، بس هما بيديهم طعم حلو قوي. دلوقتي انا مولعه الفرن عندي بقاله 10 دقايق على حراره 190، وادخل بقى لازم تخش على فرن سخن. هتاخد معايا 10 دقايق وتطلع معايا بالشكل ده. اول ما تطلع لازم ابخها كده حبه ميه، رشه ميه خفيفه كده عليها، واغطيها 5 دقايق بالظبط او اقل كمان. هتبقى طريه جدا معايا. طبعا هي مش لازقه خالص، هي بس البيض اللي نازل دون هو اللي لازق. يعني انت لو دهنه وشها لبن مش هتكون لازقه خالص، هتكون سايبه معاكي ومش لازقه خالص. الظهر بتاعها اصفر ولونه حلو قوي زيه زي الوش بالظبط. شكله حلو قوي وسواه جميل ومظبوط. خد معايا بالظبط 10 دقايق، وولعت عليه الشوايه دقيقتين بالظبط. استوى حلو قوي، وكمان لونه بقى ذهبي، والحشوه فيه طعمها جميل جدا. وتقدري طبعا تغيري اللي انت عايزاه فيه. بس كده، اتمنى تجربوه ان شاء الله يعجبكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.